عارفين ليه السيد المسيح ما راحش للعذر على طول اول ما عرف انه تعبان؟ العذر كان صديق السيد المسيح، والكتاب المقدس بيقول ان السيد المسيح كان دايما بيرتاح في بيته. والعازر كان عنده اختين، مريم ومرسى. مريم كانت دايما بتحب تتعلم منه، ومرسى كانت ست بيت شاطره جدا، وكانت دايما بتحب تخدم السيد المسيح وتخليه مرتاح طول فتره وجوده في البيت. وكانت علاقتهم قويه جدا مع السيد المسيح، وبيعتبروه واحد من اسرتهم. وفي مره بدات مريم ومرسى اخوات العازر يبعتوا رسائل يقولوا للسيد المسيح ان اللي انت بتحبه تعبان. فالمسيح قال لتلاميذه ان المرض ده مش للموت، ولكن عشان يتمجد باسم الله. وبعد كده قعد يومين ما راحش على طول، وده كان علشان المعجزه اللي هتحصل بعد كده ما يكونش فيها اي تشكيك، او ان اي حد يطلع يقول لا ده كان تعبان او لا ده كان نايم. وبعدها قال لتلاميذه هوذا العذر حبيبنا قد نام. ولكن ساعتها التلاميذ ما فهموش، وقالوا له ما دام نام يبقى هيخف ويبقى كويس. فاضطر ساعتها المسيح يفهمهم ويقول لهم انه مات، وقال لهم يلا نروح له. ولما وصلوا قابل الاختين مريم ومرسى، واول ما شافوه قالوا له لو كنت هنا ما كانش حصل اي حاجه. ولما لقى ان الكل زعلان، الكتاب المقدس بيقول ان هو اضطرب بالروح وطلب ان هو يروح للمكان العازر. ولما راح نادى بصوت عظيم لعازر هلم خارجا. وفجاه يخرج العازر وهو ملفوف، فقال لهم خدوه اهتموا بيه واكلوه. ومن بعدها عاش لعازر 30 سنه وكان اسقف في فرنسا. صلي وقول يا رب زي ما كنت صديق للعازر فانت برضو صاحبي وصديقي. ارجوك يا رب خليك معايا وساندني، احميني من كل حاجة ممكن تتعبني وتبعدني عنك يا رب.